في حد هنا سايب لي سؤال، بالله عليكي ابني جايب 216 ينفع يدخل تمريض ولا لا؟ وفعلا الاسئله كتير جدا على الفيديو اللي هو بتاع مدارس التمريض. اول حاجه، هو التمريض بياخد من مجموع عالي، بس مش كل المحافظات زي بعض. هي اعلى تنسيق هي محافظه الفيوم، ممكن بيبدا من 220 230 240، بس كل المدارس والمستشفيات بيبقى فيه مرحله اولى وثانيه وثالثه. فانتوا برضو قدموا، لو ما لحقتوش المرحله الاولى ممكن تلحقي المرحله الثانيه او الثالثه. وساعات في ناس اصلا بتبقى مقدمه التمريض ده بالنسبه لها مرحله اخيره، وبعد ما الدراسه بتبدا بيكون تنسيقهم جالهم في المدرسه اللي هم عايزينها، فمش بيروحوا، فبيرجعوا يطلبوكوا تاني علشان تروحوا. مفيش حاجه مفيهاش امل. فانت ممكن تقدمي مرحله اولى ومرحله تانية، ولازم تقدم الورق في كذا مستشفى وكذا مدرسه تمريض اللي فيها المستشفيات، علشان المدارس دي بيبقى كلها فيها مراحل، مره واثنين وثلاثه، عشان المدرسه دي ما قبلتكيش فالمدرسه التانية هتقبلك، وهكذا. لما المجاميع بتقل ومع بدايه الدراسه ولما يبداوا يحصروا العدد، كل الحاجات دي بتبدا تنزل والمجموع بيبدا يقل. برضو قدموا وما تسيبوش، ومفيش امل، بس قدمي في تمريض وقدمي في كذا حاجه تاني، لان لو ما جاتلهوش السنه ما تروحش عليه. ممكن بقى ثانوي عام، الصنايع، التجاري، الحاجات دي بقى حسب مجامعها قد ايه، ممكن تسالي جوجل وهو هيرد عليك.